وعلى الساعة 9 بالليل بعد ما أمي وأبويا مشوا لقيت الممرضة اللي كانت جاية مع الدكتور الصبح داخلة الأوضة عندي. مساء الخير يا أستاذ محمد، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. أنا آسف جدا لو حصل تحقيق معاكي بسببي. أنا كنت بتكلم على حد تاني خالص وطلع في الآخر إنه تهيؤات بسبب البنج. لا مفيش حاجة، أنا بس كنت مخضوضة لأني أول ما دخلت المستشفى قالوا لي روح للمدير علشان في تحقيق بسبب اللي أنا عملته امبارح، وأنا ما كنتش عملت أي حاجة لغاية ما روحت البيت. أنا بكرر أسفي تاني لحضرتك على اللي حصل. أنت تعرف اللي حضرتك قلت عليه امبارح ده حصل حاجة كده شبهه بالظبط مع مريض تاني من شهر كده تقريبا. إيه اللي حصل معاه بالظبط؟ كان بيقول إنه بيشوف خيال ممرضة بيقف في البلكونة عنده كل يوم بالليل. وعلى فكرة هو ممكن يكون الكلام ده حقيقي، لأن من فترة حصل حريق في الدور اللي فوق في المستشفى، وكان في واحدة زميلتنا ماتت محروقة في غرفة من الغرف اللي فوق. هم أنقذوا المرضى كلهم اللي كانوا موجودين في الدور ده، لكن زميلتنا كانت نايمة في غرفة 707 ومفيش حد كان عارف إنها موجودة فيها في الوقت ده. ممكن تكون روحها يعني متعلقة بالمكان اللي كانت بتشتغل فيه. أنا بعد ما سمعت كلامها اتأكدت إن اللي حصل معايا امبارح مش تهيؤات خالص. يعني اللي أنا شفته امبارح ده كان عفريتة الممرضة اللي ماتت فوق. معرفش والله يا أستاذ محمد، ممكن. طيب معلش عندي سؤال، هو أنا المفروض أخرج إمتى؟ بكرة الصبح لو لقينا الجرح بتاع حضرتك بقى كويس هنكتب لك على خروج إن شاء الله. إن شاء الله، ومتشكر جدا لحضرتك. وفي نفس اليوم بالليل قمت من النوم على حد بيخبطني في كتفي، ولما عيني فتحت لقيت الممرضة المجنونة اللي كانت عندي امبارح. ايه ده؟ انت تاني؟ انت عايزة مني ايه؟ عايزك تساعدني. اساعدك في ايه بالظبط؟ واشمعنى انا اللي اساعدك؟ انا طلعت لكذا حد قبلك عشان يساعدني بس ما فيش حد فيهم عمل حاجة. طلعتي؟ يعني ايه؟ مش فاهم حاجة. وايه الدم اللي على هدومك ده؟ وشكلك غريب كده ليه؟ لو عايز تعرف كل حاجة وتساعدني اطلع فوق وادخل غرفة 707 وبعدها هتعرف كل حاجة. انا مش عايز اعرف حاجة ولا هساعد حد في حاجة. انا ماشي بكرة من مستشفى المجانين دي. يعني مش هتساعدني؟ اساعدك في ايه؟ روحي اشتكي لمديرك هو يساعدك. وبعد ما قلت لها كده سمعت صوت صرخة خرمت وداني. انت شكلك مجنونة، والله لانزل لمدير المستشفى. وبعدها قمت من على السرير بالعافية ورحت ناحية باب الأوضة، وأول ما فتحت الباب وخرجت لقيت الدور اللي أنا موجود فيه شكله اتغير وبقى غريب جدا، زي ما يكون اتحرق، وكانت آثار الحريق في كل مكان في الدور. كنت مستغرب جدا وأنا ماشي، وكنت بقول في نفسي هو ايه اللي حصل بالظبط؟ أنا مش فاهم حاجة. أنا لازم أرجع للأوضة بتاعتي وأتصل بأبويا. وأول ما لفيت بظهري علشان أدخل الأوضة بتاعتي لقيت في وشي غرفة 707. إيه ده؟ أمال فين أوضتي؟ وفي اللحظة دي افتكرت كلام الممرضة اللي حكيت لي على موضوع الحريق اللي حصل في الدور اللي فوق، وافتكرت إنها قالت لي إن كان في ممرضة ماتت في غرفة رقم 707. بس إزاي أنا طلعت فوق؟ وفي اللحظة دي سمعت صوت الممرضة وهي بتقول ادخل عشان تعرف كل حاجة. في الوقت ده الخوف ابتدى يجري في جسمي كله، ومش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. علشان كده قلت أكيد أنا في حلم واللي بيحصل ده مش حقيقي. فأخدت قرار إن أفتح الأوضة وأدخل، وقلت إن أول ما أدخل
هلاقي نفسي في اوضتي، وكل اللي انا فيه ده تهيؤات. واول ما فتحت الباب ودخلت لقيت الاوضه كلها اثار حريق وبقع دم كتير في الارض وعلى السرير، ومفيش اي حاجه تاني في الاوضه. فقررت اخرج تاني. لفيت ورحت ناحيه الباب، وانا بفتح الباب وخارج لقيت حاجه غريبه جدا حصلت. لقيت في لحظه الاوضه رجعت تاني سليمه، وكأن مفيش اي حريق حصل هنا. بس الاغرب اللي شفته بعد كده، عارفين لما تكونوا في حلم وشايفين حاجه بتحصل قدامكم وانتوا بس اللي شايفينها ومفيش حد تاني شايفها؟ هو ده اللي حصل معايا بالظبط. لما مسكت أكرة الباب علشان افتحه واخرج لقيت الباب اتفتح، وبعدها لقيت مدير المستشفى داخل الأوضة وعدى مني، دخل في جسمي وخرج أكني هوا واقف وهو مش شايفني. لفيت وبصيت ورايا عليه علشان أشوف حاجة أغرب من الخيال. أنا لقيت الممرضة اللي كانت بتطلع لي في الأوضة نايمة على السرير، وبعدها شفت مدير المستشفى قاعد جنبها على السرير وابتدى يحط ايده عليها. ايه ده؟ هو حضرتك هنا من امتى؟ لا انا لسه داخل، اصل كنت بمر على المرضى ولما دخلت هنا لقيتك نايمه. اصل دي فترة راحتي والغرفة هنا مفيهاش مرضى، فقلت ادخل اريح شوية، ولما حضرتك دخلت فوقت خلاص. لا خليكي زي ما انتي، ده انا كويس اني لقيتك هنا. اصل انا كنت عايزك في كلمتين. خير يا دكتور، اتفضل. بصي، اصل انا كنت معجب بيكي جدا وما كانش في فرصه اقول الكلام ده، ولما لقيتك هنا قلت انتهزها فرصه واقولك. انا مش فاهمة حاجة، ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ زي ما بقولك كده، اصل انتي اموره قوي لو سمحت يا دكتور شيل ايدك، ما ينفعش كده. ثواني بس هقولك على حاجه. ولا تقول ولا تعيد، بعد اذن حضرتك وسع علشان عايزة اخرج من هنا. تخرجي تروحي فين؟ استني بس. سيب ايدي. ابعد عني، انت عايز مني ايه؟ هصوت والم الناس عليك وافضحك. انا شايف كل ده قدامي وكأني بتفرج على فيلم، او كأني ركبت آلة زمن ورجعت بيها علشان اشوف اللي حصل هنا. انا مش متخيل ان انا شايفه ده ولا اللي بسمعه، لكن بعد محاولات كتير من الدكتور اني اعتدي على الممرضة، لكنها كانت بتقاومه بكل شجاعة. ولما معرفش يعتدي عليها فجأة لقيته طلع مشرط من جيبه ودبحها. وبعدها قام وعدل هدومه ولقيته جري خرج من الأوضة. ولما خرج جريت على الممرضة أشوفها، لقيتها كانت بتطلع في الروح. وفي اللحظة دي لقيت المدير دخل تاني الأوضة وكان معاه إزازة سيبرتو. بعدها فتح الإزازة وفضها كلها على الممرضة وعلى السرير، وبعد كده لقيته طلع ولاعة وولع في ملاية السرير علشان النار تمسك في كل حاجة في الأوضة وتولع فيها، حتى الممرضة كانت كل حتة فيها بتتحرق. وبعدها لقيته فتح الباب وقعد يبص يمين وشمال وخرج. في الوقت ده أنا خرجت معاه علشان أشوفه هيعمل إيه. لقيته بيقفل الباب من بره وخد المفتاح وحطه في جيبه ومشي. وبعدها ب5 دقايق ابتدت النار تخرج من الأوضة وتمسك في كل حاجة بره في الدور. في اللحظة دي المرضى ابتدت تخرج تجري من الغرف، واللي كان مش قادر يمشي كانت الدكاترة والممرضات بيساعدوهم. في الوقت ده أنا واقف بتفرج ومذهول من اللي بشوفه لغاية ما كل حاجة ولعت في الدور. ولما رجعت على الغرفة تاني علشان أشوف الممرضة حصل فيها إيه، حصل معايا حاجة غريبة جدا. أنا أول ما دخلت الأوضة لقيت نفسي في أوضتي، مش عارف أنا رجعت أوضتي تاني إزاي ولا فاهم حاجة من اللي بشوفه.
لكن اللي لفت انتباهي في الوقت ده إن لقيت الممرضة واقفة عندي في الأوضة، ولقيتها بتقول لي شفت اللي حصل لي؟ شفت وعرفت كل حاجة. طيب أنا عايزاك تساعدني. أساعدك إزاي؟ أنت متي ومفيش حاجة بإيدي أقدر أعملها لك. لا، تقدر تساعدني إنك تخلي مدير المستشفى يجيلك الأوضة. إزاي أقدر أخليه يجيلي هنا؟ هتتصل بيه وتقوله إنك عايزه في موضوع خطير ولازم يجيلك لوحده. طيب الكلام ده أنا هعمله إمتى؟ أنا احتمال أخرج بكرة من المستشفى. هو موجود دلوقتي تحت، هو بايت النهارده هنا عشان الممرضة اللي في قسم الولادة عندها نبطشية وبايتة هنا، وهما مظبطين مع بعض اليوم اللي هي تبات فيه هو كمان هيسهر فيه معاها في المستشفى. طيب أنا بعد ما أجيبه هنا إيه اللي هيحصل؟ هاخد حقي منه. طيب ما أنت كنتي ممكن تاخدي حقك ده منه قبل كده في أي مكان. لا، أنا لازم أجيبه نفس الأوضة ولوحده وأعمل فيه زي اللي عملوا فيا. يلا اتصل بيه دلوقتي. الو. ألو، إزيك يا دكتور؟ عامل إيه؟ أنا محمد اللي حضرتك جيت لي النهاردة الصبح عندي في الأوضة. ازيك يا استاذ محمد؟ ايه خير، في حاجه ولا ايه؟ كنت عايز حضرتك في موضوع خطير، أستأذنك تجيلي الأوضة دلوقتي ضروري. دلوقتي؟ ما ينفعش بكره الصبح، اصلي انا عندي عمليه دلوقتي. هما 5 دقايق، حضرتك هتشوف حاجة وتنزل بعدها. خير يا استاذ محمد، في ايه؟ وايه الموضوع الخطير اللي انت عايزني فيه؟ حضرتك فاكر موضوع الممرضة اللي قلتلك عليه؟ ايوه طبعا فاكر. هو احنا مش حلينا الموضوع ده خلاص ولا ايه؟ لا يا دكتور، ما تحلش. عارف ليه؟ علشان الممرضة دي واقفة هنا دلوقتي وكانت عايزاك. واقفه؟ واقفه فين؟ بص وراك كده. ايه ده؟ انت ازاي لسه عايشه؟ وبعدها لقيت الأوضة اتحولت تاني وبقينا واقفين في غرفة 707. وفي اللحظة دي لقيت الدكتور اترفع من على الأرض واترمى على السرير وكأنه متكتف، وبعدها قعد يصرخ جامد. بس كان صوت صريخه كان مكتوم ومش طالع. وفي نفس الوقت ده لقيت الممرضة بتقوله انت ولعت النار فيا بعد ما ذبحتني، انا بقى هولع فيك النار وانت حي. وبعدها لقيت الأوضة كلها بتولع والمدير كان بيصرخ وهو بيتحرق. كان منظر صعب جدا، واللي خرجني من المنظر ده لما سمعت الممرضة وهي بتقولي اخرج دلوقتي يا محمد. وبمجرد ما فتحت الباب لقيت نفسي جوه اوضتي تاني. وبعدها بدقايق سمعت صوت دوشة بره الأوضة، ولما فتحت الباب وخرجت لقيت الدكاترة والممرضات ومعهم المرضى كلهم واقفين بره وبيقولوا إن في حريق في الدور اللي فوق. وفي اللحظة دي ابتدوا يخرجونا من المستشفى، ولما خرجنا وقفنا قدام باب المستشفى وأنا واقف بره لمحت الممرضة واقفة عند شباك الأوضة اللي كان فيها الحريق. كانت بتبص عليا وبتبتسم. وبعد نص ساعة تقريبا وصلت عربات المطافي وطفوا الحريق، ورجعنا تاني دخلنا المستشفى. بس واحنا داخلين لقيت دكاترة وممرضين كتير واقفين بيعيطوا، ولمحت وقتها انهم منزلين المدير وهو جثة متفحمة. في اللحظة دي انتهت قصتي مع غرفة 707، لكن مش هقدر انسى ابدا التجربة دي اللي غيرت حياتي وورتني الجانب المظلم من الإنسانية والجانب الروحاني اللي ما نقدرش نتجاهله أبدا. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.